بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم كابتن شريف الانجليزي، الملعب الانجليزي الحلقه الثانيه. والله النهارده يعني انا عايز اتكلم في كذا موضوع. اولا يعني بنبارك للنادي الاهلي الحصول على بطوله الدوري، وانا عايز اعرف بس الدرع ده، القعده بتاع الدرع ده لو قعده سلم هتبقى احسن من كده. يعني انا عايز اعرف بس هو الدرع ده معمول فيه، لان هي واحد من المانيا 4 ساعات. الناس بتضحك علينا في مصر يا جدعان. انا عندي الروايه، عندي باب الشعريه، عندي المسك، عندي اي مكان. ده لو رحت عند حداد هيعمل لي قاعده احسن من كده. يعني الناس بتستخف بعقولنا مثلا، مفيش شركات مصريه يعني، ولا هو فلوس وبتترمي في الارض. فانا عايز اعرف بس، والاحتفال باظ والدرع وجع، وجاب ليها برضه احتفال في الكونفدراليه برضه مع الزمالك برضه، والكميه اللي يعني ايه، يعني مش عارفين نحتفل. حتى الفرح مش عارفين نفرح، دي مشكله برضه. ان انا ازاي مش عارف افرح؟ يعني انا والله العظيم عارف اقول ايه على حال الكوره في مصر. ولاعيبه ب 50 مليون، ولاعيبه ب 40 مليون، ولاعيبه ب 30 مليون. ولو عندنا لعيبه ودينا كاس عالم ندي كام مليون يا عم؟ يعني والله العظيم مش عارف على الكوره في مصر. والاستثمار طغى على الكوره. يعني دلوقتي الفقير اللي عنده موهبه ما بيلاقيش مكان يلعب. الغني وابن الغني بيدفع فلوس عشان يلعب في مكان. طب ما هو خد مكان. والله العظيم عارف الكوره في مصر رايحه بينا فين. يعني مش عارف. يلا اللي في الخير يقدم ربنا، وان شاء الله ربنا يجيب الخير وكل واحد ياخد حقه ونصيبه. دلوقتي انا عايز اتكلم في كام نقطه معينه. انا دلوقتي عشان من اسباب نجاح اي نادي في مصر الاداره الصح، ان انا ادير الكوره بطريقه منظمه، اعمل بلان او اعمل خطه ليا ان انا عايز ادير الكوره صح. ازاي؟ لازم يبقى عندي استقرار مادي واستقرار معنوي، ان انا اقدر اجيب لعيب بمبلغ كويس يساعدني ان انا اخد كل البطولات. يعني مثلا انا دلوقتي في الدرجه الرابعه ببني قاعده جديده لفرقه لسه اول مره تطلع، يبقى لازم يكون اختار اللعيب، اختار لعيب صح، اختار لعيب كويس. طبعا اختيارات اللعيب يبقى بناء على واحد، ان انا طبعا لازم يكون اخلاقيا عالي جدا، يكون على ادب، على خلق. دي اهم اختيارات المدير الفني ليه. برضه في الثالثه برضه كده، وفي الثانيه كده، في المحترفين كده، في الدوري الممتاز كده. لان اللعبه كلها دلوقتي بيجي لها بتوكل. يعني اي مدير فني دلوقتي جاي مع الوكيل بتاعه، انا عندي لعيب، عندي اثنين، عندي ثلاثه. مش ضروري هو يلف ويدور، هو الوكيل بيجيب له بقى لعيب نجح ما نجحش، عمل ما عملش، ده مش هينفع. فالاداره الناجحه بتضطر ان هي تشوف اللعيب بعينيها، تشوف اللعيب بمنظور ان انا دلوقتي كمدير فني، ان رئيس النادي او اللجنه الرياضيه بتتمنى ايه، تشوف كل اللعيبه. ده الموضوع الاولاني. الموضوع الثاني، لازم اوفر كل الامكانيات للمدير الفني عشان ينجح، من اكل، من شرب، من ماديات، من لعيبه عاليه. لازم اوفر له كل ده. لازم اوفر له استقرار انه ما يتكلمش معايا في اي حاجه خالص. لا عايز فلوس، حاضر، بس انا هحدد لك ميزانيه، اشتغل على قد الميزانيه بتاعتك. لكن اعلى الميزانيه زي امبارح انا بكلم نادي في الصعيد، بقول له على لعيب يعني موهبه عالي جدا جدا جدا، ولعيب مواليد 2002 والسدايه بتاعته جامده قوي. بيقول لي معلش يا كابتن، اصلا الميزانيه بتاعتي عدت 5 مليون. في الصعيد فرق الميزانيه عدت 5 مليون، يبقى انا لازم اصرف. لكن انا كل سنه بصرف 4 مليون و5 مليون و3 مليون وما بصرفش. لا يا عم، انت هات فرقه تاني اديها 2 مليون وهيجيب بقى لعيبه محدش يعرفها وهتصعد. ما ده الفرق بين الاداره الصح والاداره الغلط. يبقى انا كده احط قاعده قدامي ان انا دلوقتي عايز الفرقه بتاعتي تنجح، وعايز اصعد ويكون عندي الاداره كويسه، واصعد بالفرقه من درجه لدرجه، واضطر ان انا ابيع لعيب اقوم جايب 50,000 ابيعه ب 3 مليون، ب 4 مليون، ب 2 مليون. الاداره الصحيحه لازم اختار جروب عمل كامل يدير لي الكوره صح. مين مدير كوره؟ مدير نشاط رياضي، اداري، مدير فني، مساعد مدرب. لازم التيم كله يكون يتعامل مع بعض صح عشان انجح بالمنظومه بتاعتي، اداريا، فنيا، خططيا، كل حاجه. زي برضه لما بنتكلم على قطاع الناشئين، انا لازم يبقى عندي قطاع الناشئين، لازم يبقى عندي قاعده اساسيه اطلع منها لعيبه للدرجه الاولى للفريق الاول. يبقى لازم انا اسس قاعده ناشئين صح. قاعده الناشئين الصح بتتاسس ازاي؟ ان انا اجيب فيها مدير قطاع ناشئين يكون لاعب كوره على الاقل، يكون فاهم كويس جدا ان انا اختار لعيب واعمل اختبارات هنا واعمل اختبارات هنا واعمل اختبارات هنا، واجيب اللعيب ده اللي محدش يعرفه. طب ما انا ممكن مثلا في مرحله يكون عندي مثلا ولد مثلا 2009، عندي ولد القوه البدنيه بتاعته وجسمه حاجه بسم الله ما شاء الله، وفي حاجه تاني ان انا اشوف برضه اللعيب مهاريه الفكر، وادمج الاثنين مع بعض. لما ادمج الاثنين مع بعض انا اقدر اطلع فرقه كويسه. يعني مثلا مرحله 2005 المفروض المرحله دي كل قطاعات الناشئين في مصر يهتم بيها، لان السنه الجايه ده درجه اولى، 2005 درجه اولى، يبقى بعد كده اهتم بال 2007 السنه اللي بعديها يبقى فريق اول برضه. لازم يكون عندي قاعده ناشئين كويسه عشان اقدر انجح بالكوره في النادي او مركز الشباب بتاعي. فالقاعده الرياضيه او اي نادي اسباب نجاحه لازم الاستقرار المعنوي اهم من النادي. ان انا ابقى مستقر، حاطط ميزانيه،
عارف هعمل ايه النهارده، هعمل ايه بكره، هعمل اختبارات فين، هجيب لعيب بجد ايه، احط ميزانيه لنفسي، ميزانيه ما تبقاش اوفر، ما تبقاش عاليه. لازم انا لما استثمر في قطاع الناشئين ان في لعيب عندي اجيبه ب 50,000 ابيعه ب 2 مليون، ب 3 مليون، بمليون، اعمله عالي نسبه بيع. لازم اسباب نجاح اي نادي الاداره بتاعته تكون ناجحه، اداره تكون ناجحه توفر كل الامكانيات اللازمه عشان انجح، عشان اطلع بمظهر كويس. وده اللي بيحصل في اغلب الانديه دلوقتي، ان انا ممكن نادي يبقى الميزانيه بتاعته مليون جنيه بس الاداره بتاعته ناجحه في حته التسويق، ناجحه في حته ان انا كل سنه مثلا بفنش رابط، بفنش تاني. هيجي لي يوم واصعب لما انا دلوقتي افنش بالمنظور ده. طب ما انا حته التسويق عندي كويس، لان انا جبت لعيب ب 10,000 بعته ب 100,000، جبت لعيب ب 20,000 بعته ب 2 مليون، يبقى انا ناجح في حاجه كويس، بيجيب لي دخل اصلا في السنه الثانيه، السنه الثالثه. لازم احط هدف ليا. كان معكم شريف الانجليزي من الحلقه الثانيه من برنامج ملعب الانجليزي. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام وتدعوا لاخواننا في غزه ربنا ينصر مصر العظيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.